مرحبا فيكم من جديد في قناتي. اليوم وصفتنا مرة خيال ولذيذة، بس قبل ما نبدأ فيها لا تنسون تشتركون في قناتي وتفعلون زر الجرس، ويلا نبدأ على طول. راح نسوي اليوم كيكة مرة خيال، طرية وهشة بنكهة عربية. طبقات كيكة الكنافة مع طبقات الكنافة والقرمشة والفستق وشوية من الكريمة، ميكس مرة رهيب. يلا نبدأ. هشة ولذيذة ومرة تذوب في الفم. بالبداية راح نجهز المقادير الجافة. راح نحتاج كوبين دقيق منخول، عليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وننخلهم شوي ونحط رشة ملح. نجي للمقادير السائلة. راح نحتاج كوب إلا ربع من السكر و3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. نخفقهم كويس مع بعض لحد ما يصير لونها فاتح شوي. راح يتغير لونها معانا. بعد كذا راح أضيف 150 جرام زبدة. أنا قطعتها مكعبات بدرجة حرارة الغرفة. بعد كذا نقدر نحط كمان زبدة مذابة عادي. بعد كذا حطيت رشة فانيليا ونصف كوب حليب بودرة. طبعا راح أضيفه على الخليط بالتدريج. بعد كذا راح أضيف الدقيق برضو نفس الشيء بالتدريج. وكل ما حطينا دقيق نرجع شوي نخففه بموية. طبعا كمية الموية اللي استخدمتها كوب موية للقوام هذا. وبكذا خلصنا الكيك. نبدأ نحطه الحين في الفرن لمدة تقريبا 30 دقيقة. طبعا تشيكون عليها. نيجي الحين للحشوة وهي كنافة. راح أفرد الكنافة. أول شيء أقطعها قطع صغيرة بهذا الشكل، وأساويها بالصينية عشان تتحمر من كل الجهات، وعلى طول أدخلها الفرن. وبكذا طلعت معانا وجاهزة، وخلص الكيك جاهز. مرة ريحته تجنن وطلع هش. نبدأ الحين نحشي الطبقات. أول شي راح أقصصها قطعتين بهذا الشكل. راح أشربها الحين بحليب. تقدرون تستغنون عن هذه الخطوة، بس أنا هنا ما شربتها كثير. بعد كذا راح أجيب الكريمة، وهي عبارة عن كريمة سايلة خفقتها مع سكر، وأبدأ أحشيها وأضيف الكنافة اللي سويتها مع الفستق المجروش. طبعا نكثر الحشوة عشان الطعم يطلع مجنون. حطيت الحشوة خلاص. أبدأ أغلفها بالكريمة بشكل متساوي بهذا الشكل، وأبدأ أكرر نفس الخطوات اللي سويتها: كريمة وكنافة وفستق. بعد كذا آخر خطوة اللي هي كنافة، حطيتها في كيس وأبدأ أشكل بهذا الشكل، وحطيت الفستق وخلاص خلصنا. ويا سلام على ريحتها، مرة خيال. طعمها ما أحكي لكم، مع قهوة عربية. ويا سلام على الطعم الخرافي. نكهات عربية ولذيذة مع قرمشة الكنافة، مرة لذيذة. أنصحكم كلكم تجربونها، مرة خيال. طعم الكنافة مع الكريمة. بس في إضافة تمنيت إني أحطيتها، اللي هي الكراميل، بتطلع معاها كمان أحلى وأحلى. وبكذا خلصت وصفتنا اليوم. إن شاء الله عجبتكم. قولولي تحت في التعليقات إذا عجبتكم الوصفة وجربتوها، وعشان تحمسوني أكثر وأكثر، وأشوفكم وصفات جديدة إن شاء الله ولذيذة. ومع السلامة.